اللي بتسأل عن حلاوة الإسلام، تعالى أقولك. النهاردة هكلمك، دي الحلقة التانية اللي هكلمك فيها عن حلاوة الإسلام، ولو عملت مليون حلقة مش هعرف أوفي حلاوة الإسلام وجماله. النهاردة بقى هكلمك عن عبادة مكانها القلب. العبادة دي لو عملتيها تلاقي نفسك في الجنة كده بجواز سفر على طول على الجنة من غير حساب، بغير حساب، من غير ما تتحاسبي. عبادة ايه؟ الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ايه صبر؟ ناس كتير قوي تقول يعني ايه اصبر، اعمل ايه يعني ايه صبر؟ الصبر هو ثبات الحال مع تغير الاحوال. معنى الصبر كده اللي هو ثبات الحال مع تغير الاحوال. يعني ايه؟ يعني حصل ابتلاء صعب قوي، واحد متعود في بقه كده كلمة الحمد لله. احنا بنقول الحمد لله على الاكل، والحمد لله على الشرب، والحمد لله على اللبس، والحمد لله على المال، الحمد لله على البيت. بس تخيلوا بقى كده، يعني ربنا ما يكتبها على حد ويحفظ ولادنا جميعا، بنته أو ابنه ماتوا. ثبات الحال مع تغير الأحوال. بنته أو ابنه ماتوا ولقيناه في سكينة كده وبيقول الحمد لله. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. ده عالجنة على طول بغير حساب. وربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة ادوله بيت الحمد. بقى عنده بيت اسمه الحمد. يعني بصوا، بيت الحمد يعني جنة من غير حساب، وبيت اسمه الحمد. عشان ايه؟ عشان قلت الحمد لله في بلاء شديد شديد. مش بتكلم على البلاء ده بس، في كذا بلاء ممكن ينزل على الواحد يعني يفرتك دماغه. اللهم احفظنا. الصبر بقى في الوقت ده عبادة عليها أجر عظيم جدا، داخلة الجنة من غير حساب. من غير حساب. مش الصبر على البلاء بس، الصبر على المعصية. مثلا واحدة صاحبتي بتكذب كتير، فأنا قررت إن أنا كمان هكدب عليها زي ما هي بتكذب عليا. كده أنا ما صبرتش على المعصية. لكن الصبر في المعصية إني أشوف اللي قدامي بيعمل حاجة غلط وما أعملش زيه. ما أعملش زيه. الصبر في المعصية. واحدة جوزها بيخونها، يقول لك بس أنا كمان هخونه. هو أنا كمان هخونه، هرد له القلم قلمين. واحد في شغله نصبوا عليه في فلوسه، انا كمان هسرقهم. كده مفيش صبر بقى على المعصية. لكن الصبر ان انت تبقى في معصية بتحصل قدامك وانت ما بتعملش زيها. لا، انا مش هبقى زيهم. هما خانوني بس انا هتعامل زي ما انا مش هتغير. هما نصبوا عليا بس انا مش هنصب عليهم، مش هسرقهم. انا هصبر واقول الحمد لله. الصبر في الطاعة. حد متعود ان هو يصلي وملتزم في الصلاة جدا وملتزم جدا، وسبحان الله حصلت له ظروف صحية ولا ظروف شغل ولا الدنيا دربكت حواليه فجأة، بس هو لسه ملتزم بالصلاة في مواعيدها، لسه ملتزم بطاعة. ثبات الحال مع تغير الأحوال. أنا ثابت على حالي ما بتغيرش. هو ده الصبر. مع كلمة بقى الحمد لله ألاقي بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. ليه؟ عشان أنا بقول الحمد لله، صابر وبقول الحمد لله. كمان من الحاجات الحلوة قوي للصبر، مش بس في الآخرة، لا في الدنيا بقى. يعني أصل الصبر ده ليه حلاوة في الآخرة وحلاوة في الدنيا. الشخص اللي بيبقى صابر ده عينه دايما ما بتشوفش غير حلو، هو شايف الحلو على طول. أنا عندي ابتلاء بس أكيد ربنا هيعوضني. أنا اترفدت وما عنديش شغل،
ومش معيش فلوس، بس انا عارف ان ربنا هيعوضني. اكيد ربنا شايل لي حاجة احسن، اكيد في حاجة حلوة، اكيد ده اختبار من ربنا بيشوف صبري عشان هيديني حاجة احلى بكتير من اللي انا فيها. وهكلمكم بقى ايه عن قصة انا شفتها بعيني، شفتها بعينيا. كان عندي دكتورة صاحبتي، حبيبتي اتجوزت وقعدت 13 سنة ما بتحملش، ولو حملت البيبي ما يكملش وبيموت. 13 سنة وهي صابرة، بتقول يا رب أكيد يا رب شايل لي حاجة حلوة. ونوت إن هي تطلع عمرة بنية إن ربنا يرزقها أطفال. رجعت من العمرة حامل في 3 توائم، بنتين وولد. ال 13 سنة ربنا شايل لها ال3 عيال في بطن واحدة، بنتين وولد، اللهم بارك ما شاء الله. منهم بنت كانت وهي في الرحم تعبانة، فالدكاترة قالوا لها يعني ننزلها عشان يعني هي كده كده تعبانة وهتموت هتموت، فنشيلها عشان نوسع مكان للاتنين التانيين. فقالت لا، اللي رزقني بيها لو عايز ياخدها بعد ما تيجي يبقى ياخدها، لكن أنا مش هنزلها. سبحان الله، بنت عاشت وكبرت، اللهم بارك، دلوقتي بتاع عندها 15 سنة ولا 16 سنة وزي الفل، وبقى معاها بنتين وولد، عشان كانت بتقول الحمد لله ربنا شايل لي الخير. هي ما كانتش بتقول غير الحمد لله. حقيقي بجد انا دي شفتها قدامي. الصابر دايما دنيته منوره. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك الصبر ضياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصبر ضياء، نور، ينور لك طريقك كده، ينور لك السكه، تبقى شايف الحاجه الحلوه، اللي هو في حاجه حلوه، انا عارف ان ربنا فيه شايل لي حاجه حلوه. لكن اللي ما عندوش صبر ده، اللي الشيطان بيقعد على ودنه كده يقعد يقول له مفيش مع العسر يسر، مفيش، لا لا لا، مش هتلاقي شغل، انت خلاص بقيت شحات. الشيطان عايزنا كده يأسين، عايزنا نبقى على طول في يأس عشان يصطادنا بالحتة دي. لكن الصابر ده على كل حاجة بتحصل له وثابت ما بيتغيرش، ربنا سبحانه وتعالى بينور له سكته كده، بيبقى شايف الدنيا كلها منورة، الدنيا كلها حلوة، الدنيا كلها جميلة، وأكيد في خير، في خير برغم البلاء اللي أنا فيه، وبرغم التعب اللي أنا فيه، برغم المشاكل اللي أنا فيها، في حتة منورة، في اهي هي جاية. ليه؟ عشان ده وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا. ومع ده بقى انا رايح جنتي على طول. انا ربنا سبحانه وتعالى وعدني انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ربنا وعدني ان انا عندي جنة على طول، مش بغير حساب، من القبر على الجنة. ربنا يجعلنا دايما صابرين محتسبين، ربنا يكتب لنا الأجر. عايزة أحتفل معاكم دلوقتي إن القناة كملت 5000 متابع، واحتفل معاكم كمان إن الحمد لله شروط الربح كملت. القناة دي بقى لها 14 سنة ويمكن أكتر، وسبحان الله لما نويت إن أنا أجعلها صدقة جارية عني كملت في أقل من 10 أيام. سبحانك يا رب. بشكركم كلكم على الكلام الجميل وعلى دعمكم وعلى مشاهداتكم وعلى كومنتاتكم. أنا مش عارفة يعني بصراحة مش ملاحقة أرد على مين ولا مين. ادعولي إن أنا أستمر. ده كان من الحاجات اللي كان نفسي فيها قوي، إن أنا أكون في الدعوة، ويا رب كده ينفع بينا. اللهم اهدنا فيمن هديت. الحمد لله.